رمضان والضيوف قاعدين، عايزاكي بقى تعملي الحركه دي. صلي على الحبيب المصطفى. يا رب اللي تحطي لايك للفيديو ده يكون انا وهي عند النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا امين ونقول بسم الله. الثقه تملى قلبك كده. تبع ياسمين صالح يا بنتي. صلي على النبي، صلي على النبي. بسم الله والنبي على رأيها. عارفين الكريستال والصينيه فله يا ابوي. احنا ما عندناش بنات بتلزق الرقاق في الصواني يا بيه. امي عودتني ان صينيه الرقاق لو ما طلعتش كده مش لازقه ما اقدمهاش للضيوف. الصلاه على الحبيب. تعالى اوريكي هتقدميها بالشكل ده. بص اللحمه من هنا مقفوله خالص ازاي. يقدر الضيف وهو عندي يمسك الرقاق كده اهوت ويعمل كده اهو، ولا اي حاجه وقعت نهائي. يلا نبدا ونقول بسم الله. اول حاجه هبدا استخدم الرقاق الطري هنا من موتزاريلا فريش. الصلاه على النبي. تعالى اقول لكم ان كل اللي انا جبته ده ب 80 جنيه. لفه سمبوسه، لفه جلاش، كيس جبنه ميكس، الثلاثه دول جبتهم ب 80 جنيه. تخيلين حتى الرقاق الطري اللهم بارك، والسبرينج رول ما شاء الله لا قوه الا بالله. عايزه اوريكم جمال الجبنه بتاعتهم، عايزه اوريكم جمال الجبنه والسمبوسه. بصوا الله اكبر، ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر. اجيب لكم اللينك تحت في اول تعليق. هبدا اعمل الرقاق بتاعي. هجيب طبق هنزل فيها بكوبايه من الشوربه السخنه جدا، وعليها كوبايه الا ربع من الحليب سخن برضه. وبعد كده هنزل بمعلقه كبيره حلوه كده من السمن البلدي. الشوربه عندي الملح بتاعها كويس جدا، محتاجه اي ملح احط لها. كده الخليط دوت بقى عندي جاهز. بعد كده هجيب عندي الصينيه دي مقاس 30، هنزل فيها بمعلقه حلوه محترمه بنت ناس كده من السمنه. هاخد السمنه بتاعتي دي واروح دهنها كويس قوي في الصينيه. بقت معايا بالشكل ده. هنا انا هستخدم 8 رقاقات، هحط 4 رقات من تحت 4 رقات من فوق. اول رق في الصينيه انا مش هبله كله، انا هاخد الرقاقه كده اروح نازله بيها في الصينيه بتاعتي اهي بالشكل ده، وهبدا اسقسقها من فوق بس، من تحت انا عايزاها تكون ناشفه. جايبه سمنه واروح دهنه اول رق بالشكل ده. كده احنا خلصنا المرحله دي. كده بقى اروح جايبه الرقاق بتاعي وعامله كده اهو، هنزل بيه اغطسه في الخليط الشوربه باللبن السخنه دي بالشكل ده كده اهو، شايفين كده، واروح نازله بيه على الصينيه دغري اهي بالشكل ده، واروح حاطه دهنه سمنه. ادي التالتة اغطسها واعومها كده، بصوا اهو بالشكل ده، واروح نازله بيها كده اهو السمنه. انا حطيت 4 رقات. هروح جايبه اللحمه المفرومه بتاعتي اللي انا كنت معصجاها اهي كده، حطيت اللحمه في النص حلو قوي. هجيب طبق صغير هحط فيه معلقه دقيق واحده وعليه معلقه واحده من الميه. بعد ما الدقيق بالميه بتاعتي ده، جايبه كده الفرشه، بصوا القوام ده هو ده القوام اللي انا عايزاه. هروح واخده الفرشه بتاعتي فيها ميه بالدقيق كده، واجي عند حرف الرقاق بتاعي واروح عامله كده الحرف بتاع الرقاقه اهو. بصوا هروح ممشيه الدقيق دوت على الحرف بتاع الرقاقه، وهتعرفوا ليه. دي انا غطستها اهي، هروح جايباها ماشي، واروح جايه عند الدقيق اللي انا عملته واضغط بصوا على الدقيق عشان يمسك في الطبقتين وما يخليش اللحمه تطلع مني اهي كده. انا بصوا كاني قفلتها بالسمغ اهو اهي، بصوا الورقه لزقت ولا كأن في اي حاجه. وانزل بدهنه سمنه. اخر رقاقه بقى، اخر رقاقه اللي هبل الوش بتاعها بس من هنا، هبل الوش بتاعها بس. ده ما بلتهوش، سبته كده زي ما هو، وبليت اللي من تحت عشان لما اجي اقلبها برده ما تلزقش مني. بقت معايا تمام. يلا بينا على البوتاجاز. صل على الحبيب. بصوا البوتاجاز والع اهو، وانا عماله اقلب فيها، مش هتاخد مني 10 دقايق بالظبط. بصوا فيها كده بس وانا واقفه، بصوا اهي. الصلاه على الحبيب اهي كده. الله اكبر، بسم الله، الله اكبر الله اكبر. الصلاه على النبي، على النبي، ونعمل كده اهو. الله اكبر. روح بقى رايحه محمراها على الوش التاني بكل ثقه، بكل ثقه كده على سفره رمضان. عارفين الكريستال؟ هي دي صينيه الرقاق، لا لحمه طالعه ولا حاجه جايه ولا اي حاجه وقعت نهائي.